معروف إن وقت الصيف بنحاول ندوّر على أكلات حتى لو كانت سخنة، بس في نفس الوقت ما تاخدش معانا لا وقت ولا مجهود، لا قبل الأكل ولا كمان بعد الأكل. هنعمل مع بعض طاجن اللحمة اللي مش هياخد معانا 5 دقايق بالضبط. أول حاجة جبت 3 بصلات، اللحمة دي هتكون مفرومة مش متقطعة، هنقطعها زي ما إحنا شايفين كده قطع صغيرة. لو كمان عايزة تسهّلي عليكِ وتحطي البصل والطماطم وكمان الخضرة في الخلاط أو في الكبة مرة واحدة اعملي كده، بس بصراحة يعني أنا باحب الأكلة دي إن أنا أقطّع تقطيع ما افرمش الحاجة. بنقطّع دلوقتي البقدونس كمان وبنحطها برضه في الطاجن. يعني بُصّوا كل حاجة في البرام مش بتاخد معانا وقت، أو لو ما فيش برام صينية 2 من الطماطم، فلفل أخضر زي ما أنتِ عايزة، وبنجيب نُص كيلو من اللحمة المفرومة، وبعد كده بنحط على طول ملح وفلفل أسمر، جوزة الطيب، وبهارات فراخ أو بهارات لحمة، بس كده. يعني من كل حاجة كده نُص معلقة صغيرة، لكن الملح هو اللي بيكون مختلف. أنا بعد ما حطيت شوية المَيّة الصغيرين، لأ حطيت قدّهم تاني، يعني كوباية كده من الإزازة العادية تمام، المَج العادي، وبتغطّيها إذا كان ورق زبدة، ورق فويل بالغطا بتاع البرام زي ما أنا عندي كده، وبنحطها في الفرن. ما بتاخدش نُص ساعة لإن دي لحمة مفرومة. لو لحمة قطع طبعًا بتاخد وقت في التسوية. وبكده خلاص خلصت وصفتنا. بس يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت نشترك في القناة، وقولوا لي إيه رأيكم، ويا ريت نفعّل الجرس.